بسم الله الرحمن الرحيم. اجتمعنا اليوم للمرة الثالثة على التوالي في مسجد ديتنباخ من أجل تنظيم حفل تكريمي للقراء الأكارم وفود المجلس على المسلمين الذين أتونا هذا العام من مملكة البحرين، من مصر، ومن المملكة المغربية. كان حفلا بهيجا حضرته أزيد من 80 شخصية مختلفة، من مسؤولي المساجد، من ممثلي المجتمع المدني، من بعض السياسيين، من السادة الأئمة والقراء، من مجتمعات مختلفة. اجتمعنا على القرآن الكريم، واجتمعنا في هذا الشهر الفضيل من أجل أن نظهر هذه الرسالة المحمدية التي تجمع المسلمين على كتاب الله، التي تجمع المسلمين على خدمة الصالح العام. ونحن كمواطنين في هذا البلد في ألمانيا نعتز ونفتخر بأننا أصبحنا قبلة ومحجا لمجموعة من القراء من العالم الإسلامي ليحيون معنا هذا الشهر الفضيل في هذا البلد السعيد. لابد أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى إخواننا في المملكة المغربية، سواء في وزارة الأوقاف أو في مؤسسة الحسن الثاني، وكذلك في الوقف السني في البحرين الذي يترأسه معالي الدكتور راشد الهاجري حفظه الله، وكذلك في وزارة الأوقاف المصرية برئاسة معالي الوزير الدكتور محمد مختار جمعة، الذي يقف على اختيار هذا الوفد بعناية شديدة وبعناية كبيرة، تعزيزا وتعظيما لكتاب الله العظيم. ولأول مرة كذلك استقبلنا وفدا من الأزهر الشريف. وهذا العام كان معنا فضيلة الدكتور شمس الدين ممثلا للأزهر الشريف. نشكر كذلك شيخ الأزهر على جهوده المباركة، ونسأل الله أن يجمعنا كما جمعنا في هذه الليلة المباركة، أن يجمعنا في أزمنة عديدة وفي أماكن مختلفة مجتمعين على محبة وعلى قراءة وتلاوة القرآن الكريم.